هنسمع مع بعض دلوقتي برنامج حوارات مع نهى مصطفى على راديو آسيا. راديو آسيا، هواك عندنا. مساء الخيرات والنعيم على أجمل مستمعي راديو آسيا في كل مكان. أنا نهى مصطفى، وإنت دلوقتي بتسمعني على راديو آسيا من برنامج حوارات، ودي أول حلقة في الموسم الثاني. ومع بداية الموسم الثاني هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة بعنوان حكاية طفل، لأني مؤمنة إن وراء كل سلوك بنشوفه من الطفل في حكاية وفي حوار، وكل طفل يستحق إننا نفهمه قبل ما نحكم عليه. خليني أبدأ معاكم بسؤال: حصل قبل كده إنك طلبت من ابنك أو بنتك حاجة أكتر من مرة، وفي الآخر لقيت نفسك بتقول أنت ليه مش بتسمع الكلام؟ ليه مش بتقول أنا مش عايز أعمل؟ ليه دايما تقول أنا مش هعمل، أنا مش حابب أعمل، أنا مش راضي أعمل؟ يمكن دي من أكتر الجمل اللي بتتقال في بيوتنا، لكن عمرنا وقفنا نسأل نفسنا هل فعلا المشكلة إن الطفل مش بيسمع الكلام؟ ولا في حاجة تانية بتحصل قبل ما يستجيب وإحنا مش واخدين بالنا منها؟ قبل ما نوصف الطفل إنه عنيد أو مش بيسمع الكلام، تعالوا نفهم بيحصل إيه جوه الطفل. بس خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني بكل حب. ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل نكمل موضوع حلقة النهاردة بعنوان حكاية طفل. الطفل لما يكون مندمج في اللعب هو مش بيضيع وقت، بالعكس بيكون بيتعلم وبيكتشف وبيشتغل على نفسه وبيشغل خياله، وكمان تركيزه بيكون في اللي بيعمله بس. علشان كده لما بنطلب منه فجأة يسيب اللي في ايده، هو محتاج شوية وقت بسيط يبدأ ينقل تركيزه من الحاجة اللي بيعملها للحاجة اللي انت عايزاها. وده مش معناه انه بيتجاهلك ولا انه بيعاند، ولكن دي طبيعة مرحلة هو بيمر فيها. ودي كانت أول نقطة لأنه ليه ما بيسمعش الكلام. طب تعالوا بقى نشوف النقطة التانية لأنها مهمة جدا. أوقات من غير ما نحس يومنا كله بيتحول لسلسلة أوامر: قوم، اقعد، ذاكر، اغسل ايدك، لم لعبك، اقفل التلفزيون. ومع كتر الأوامر تأثيرها بيقل عليه، مش لأن الطفل رافض يسمع الكلام، لكن لأن أي إنسان لما بيسمع نفس النوع من الرسائل طول الوقت بيبدأ يتعود عليها. ومن الحاجات اللي ممكن تحصل برضو إننا بنطلب نفس الطلب أكتر من مرة، نقول مرتين، نقول 3، نقول 4، وبعدين في الآخر نبدأ نعلي صوتنا. وكأمهات مصريين أكيد أنتوا عارفين إيه اللي بيحصل. ومع التكرار الطفل ممكن يتعود إن أول طلب مش لازم يتنفذ، أنا هستنى لحد ما يطلب تاني. والتنفيذ الحقيقي بيبدأ لما الصوت يعلى. أول ما أحس إن الصوت بدأ يعلى خلاص أنا هقوم أنفذ، علشان كده أنا جبت آخر اللي قدامي. وده بيحصل من غير ما نقصد. وهنا بيبقى فيه نقطة مهمة جدا، وبياخد الصريخ على إنه أداة للأمر. يمكن الصريخ بيوقف الموقف في ساعتها، لكن نادرا ما بيعلم الطفل السلوك الصح والسلوك الغلط، لأن الطفل وقت الخوف بيكون مشغول إنه يحمي نفسه، مش إنه يفهم إحنا بنقول إيه أصلا. علشان كده دايما بنقول كل ما صوتنا يعلى تأثير كلامنا بيقل. والحزم عمره ما كان معناه صريخ، الحزم معناه هدوء وثبات ووضوح. طب نعمل إيه؟ يمكن البداية تكون أبسط مما تتخيلي. قبل ما تطلبي من طفلك أي حاجة قربي منه وناديه باسمه وبصي في عينيه، واديله فرصة بسيطة ينقل تركيزه من اللي هو بيعمله للي انت عايزاه. وخلي طلبك واضح ومحدد وبسيط، يعني بدل ما يكون مجموعة طلبات مرة واحدة، لو ينفع خليه يختار واحد بس، طلب واحد بس، أو اديله بدايل واديله اختيارات، لأن الاختيار بيخليه يحس إنه مشارك، وده بيشجع على التعاون. يعني ممكن تقوليله مثلا تحب دلوقتي نبدأ نذاكر ولا نروق الأوضة بتاعتنا الأول؟ فانت كده اديتيله خيارات واديتيله ثقة بالنفس إن اللي أنا عايزه هو اللي هيتعمل، اللي أنا اخترته هو اللي هيتعمل. وكمان لما يعمل حاجة كويسة حاولي توصفيها، بدل ما تقولي أنت شاطر قولي
عجبني قوي إنك رتبت ألعابك من غير ما حد يفكرك، لأن الطفل لما يعرف إيه اللي عجبك بيبقى عنده رغبة يكررها. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع ليكم تاني بكل حب. ابقوا معنا. رجعنا لكم تاني نكمل بقية حلقة النهاردة من الموسم التاني في برنامج حوارات. هقول لكم حاجة، أكتر الأفكار اللي ممكن تجيلنا هي أفكار جميلة جدا، ولكن بالنسبة للطفل هي مش فارقة. الطفل بيبقى عايز اللي هو عايزه بس، مش عايز اللي انتي عاوزاه بس. احنا مش بنربي ولادنا عشان يسمعوا الكلام وهم خايفين، احنا بنربيهم علشان يكبروا ويعرفوا يختاروا الصح. حتى لما نكون مش موجودين هم يعرفوا الصح ويختاروا اللي هم عايزينه بنفسهم، مش اللي احنا فرضناه عليهم. التربية مش هدفها الطاعة وبس، التربية هدفها تبني إنسان واثق ومسؤول وعارف يتصرف. ولو هتفتكروا من حلقة النهاردة رسالة واحدة بس، أتمنى تكون إن هي دي الرسالة. مش كل طفل بيتأخر في الاستجابة بيبقى عنيد. تاني، مش كل طفل بيتأخر في الاستجابة بيبقى عنيد، ومش كل سلوك مزعج بيستحق إن احنا نعاقب ونصرخ. ساعات كتير بيكون وراه احتياج أو رسالة محتاج حد يفهمها له. وعندي ليكم تجربة صغيرة قوي. لحد الحلقة الجاية اختاروا موقف واحد بس مع طفلكم وجربوا تغيروا فيه طريقتكم قبل ما تطلبوا منه يغير سلوكه، وبعدها شوفوا بنفسكم هل كان في فرق ولا مفيش فرق. واوعوا تنسوا إن ورا كل سلوك حكاية، وورا كل حكاية طفل بيحاول يقول لنا حاجة لكن مش دايما بيعرف يعبر عنها بالكلام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج حوارات الموسم الثاني بعنوان حكاية طفل. هستنى تعليقاتكم ورسائلكم على صفحات ومنصات راديو آسيا. أتمنى تشاركوني تجاربكم وآرائكم، ويمكن نتكلم في بعض الحلقات الجاية عن بعض التجارب للأمهات اللي سمعوا الحلقة وبعتولنا وقالوا لنا هم عملوا إيه مع أولادهم. استنوني الأسبوع الجاي مع موضوع جديد يهم كل أم ويهم كل طفل ويهم كل أسرة مع حكاية طفل. إلى اللقاء.